بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا بينا في الجو الجميل ده، الجو برد جدا، جو برد أوي يا جماعة. تعالوا بينا نعمل أكلة حلوة. بما إن النهاردة الاثنين، كل سنة وانتم طيبين، الناس اللي صايمة والناس اللي فترة، واحنا داخلين على شهر مفترج، شهر رجب من الأشهر الحرم. أعاد الله علينا وعليكم بالخير. ودخلت علينا شهر شعبان بعديها ورمضان. كل عام وانتم كلكم بألف خير. تعالوا بينا نعمل أكلة كويسة، أكلة حلوة كلنا بنحبها. تعالوا بينا نسوي الله. يلا نعمل حلة. بسم الله. مش هقولكوا انا هعمل ايه، خلينا شغالين مع بعض كده واوريكم انا هعمل ايه. تمام، يلا بينا. نسخن الحله ونحط فيها. انزل الاول عندي فصين كده 3 مستكه يا جماعه اهي، فصين 3 مستكه. بسم الله. اسيحهم. تمام. ولو انت خايفه ان هما يلزقوا في الحله عشان الحله المونيا والستانلس برضو ممكن تلزق فيها، خلاص ممكن تنزلي. بصي قطعه سمنه مش باينه على طرف المعلقه، بس لمجرد بس ان هي ايه. خلاص كده المستكه معانا ساحت. ننزل بقى بسم الله بقطع الفراخ. معايا هنا 4 قطع من الفراخ من غير اجنحه، الصدور من غير اجنحه. بسم الله. ايوه انا بحب اسمع الطشه دي. تمام كده، على قد افراد اسرتك هتعملي. تمام، معايا مغسوله زي الفل. تمام. خلي النار عليها وسط وهاديه ولا عاليه. تمام. انزل عليها طماطميه وبصلايه وجزره. تمام. وانزل عليها ب4 فصوص او 5 حبهان. معلقه صغيره من بهارات الفراخ. بسم الله. تمام. ورقتين لوري، واغطي عليها واسيبها تتشوح. اشوحها الاول كويس عشان عايزه طعم شوربه كويس. طعم الشوربه ده انا هعمل منه اكلات تانية. تمام. تعالوا كده بقى نقلب الفراخ. بسم الله ما شاء الله. شوفوا المنظر، اللهم بارك. ريحه الفراخ، رغم ان انا ما حطيتش فيها لسه ولا فلفل اسود ولا حطيت فيها ملح يا جماعه. الفراخ بالذات بلدي او الفراخ البيضاء انا ما بحطش فيها ولا ملح ولا فلفل اسود زي ما انتوا عارفين، الا بعد ما تغلي اول غلوه كده. تمام. شوفوا بقى ريحه الفراخ، اللهم بارك، يشموها الجيران وجيران الجيران. خلاص تشوح كده وتنزل كل السمنيه بتاعتها كده، وبعد كده ايه، ازودها ميه مغليه او ميه سخنه. تمام. انا مشغله الكتل وبغلي لها ميه وهزودها بيها. شوفوا هنا ما شاء الله اللهم بارك، الفراخ قربت تخش في مرحله ايه، النص تسويه كده. تمام. خلاص ومفيش فيها سوائل اهي، ناشفه ما فيهاش سوائل. هزود عليها بقى هنا ايه، الميه المغليه. بسم الله. بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نزلها كده بالراحه. تمام. الرز كده جنبنا واحنا بنغلي الفراخ، وهنا الفراخ بدات تاخد اول غلوه اهي. ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا المنظر. بسم الله ما شاء الله. انزل عليها بقى الملح بتاعها. بسم الله. معلقتين صغيرين ملح. تمام. ما تكتريش ملح. وانزل عليها بالفلفل الاسود. تمام. واسيبها بقى تاخد وتدي كده مع نفسها لحد ما تستوي. ونجهز جنبنا ايه، شويه رز بشعريه بقى حلوين كده. تمام. ناخد معلقه سمنه. معلقه صغيره زيت، صغيره خالص.
انا عشان بس الرز بشعريه انا بحب احط له ايه احيانا كده حته سمنه. لو عندك سمنه بلدي او زبده ماشي، بس دي مش بلدي ولا زبده بصراحه. خلاص المتاح عندك حطي، كل واحده على حسب المتاح عندها يا جماعه. خلاص والحمد لله رضا قوي، فضل ونعمه، نحمد ربنا دايما على اللي موجود، اللهم لك الحمد. تمام كده، ننزل على الشعريه. خلاص السمنه سخنت اهي، بسم الله ننزل على بالشعريه. دينا كده تبقى شغاله في الشعريه، عشان ايه الشعريه ما تبقاش كل واحده لون ولون. تمام زي ما انا قايله لكم، نفضل شغالين فيها كده لحد ما تاخد معانا اللون ايه اللي احنا عايزينه. خلاص الشعريه معايا احمرت، بسم الله هنزل بقى ايه بالميه. تمام وانزل على طول بالرز، بسم الله. ننزل بقى كده على الرز بالملح، بسم الله. تمام ونغطي، بسم الله الرحمن الرحيم. نسوي بقى هنا البطاطس، بسم الله. نعمل صينية بطاطس كده كويسة. ننزل كده بمعلقة سمنة صغيرة، معلقة سمنة شوفوا، معلقة سمنة بسيطة يعني نص المعلقة معايا كده سمنة. ننزل عليها شوية زيت. تمام كالعادة بقطع بصل والسكينة حاولت على صبعي، الله المستعان، الحمد لله. انا هنا نقلت الفراخ على العين اللي ورا عشان اعرف اشتغل. هنا الصينيه تبقى قريبه من الكاميرا، هنزل بقى عليها بالبصل، بسم الله. عايزه اشوحها مش عايزه احمرها، انا عايزه اشوح البصل. تمام مش عايزاها تحمر يعني يا دوبك تدبل كده البصله معايا. هنزل عليها دي بقى، تعالى اقولك. هنزل بقى على البصله بطاطس يعني ايه يعني توم. تمام انزل بمعلقه توم، وقبل ما تاخد معايا لون يا دوبك اشم ريحتها، قبل ما تاخد اي لون هنزل بالتوابل، كزبره ناشفه، ملح، كمون، فلفل اسود، 7 بهارات. تمام متحطيش اكتر من كده، بسم الله. شوحي بقى، شم ريحه التومه مع البصله مع التوابل، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ريحه التوابل كده لما بتبقى فريش مش غايبه عندك باستمرار على طول، بتجدديها، تشتريها او بتعمليها في البيت، وده الاصح، بتدي ريحه وطعم مختلف، الريحه بتقلب البيت كله. تمام هنزل عليها ايه الطماطم. انا خلطه هنا الطماطم، طماطم على فلفل احمر على فلفل اخضر حامي وبارد. تمام انا بخلط الطماطم كويس قوي، وبعد ما بخلطها كويس قوي بجيب الفلفل بضربه ضربه واحده بس عشان يبان قطع كده فين الطماطم اهي، وانزل بسم الله. تمام ولو انت هتعملي زيي وهتاخدي من الشوربه، وده الطبيعي، هناخد من الشوربه نحط في البطاطس، يعني هنزودها شوربه، فما تكتريش الملح. انا هنا مقلله الملح عشان ايه انا ازودها شوربه. شوفوا الفلفل الاخضر والاحمر باين خالص في الطماطم ازاي، شوفوا ما شاء الله. انا عايزه كده، انا مش عايزه افرمها بالسكينه، اخرطها بالسكينه، انا كنت عايزه اضربها في الخلاط كده تبان قطع ايه يا دوبك تبقى واضحه يعني. هنا بقى خدت من الشوربه بتاعت الفراخ كبشتين كده بس صغيرين كده من ايه من الشوربه، هعمل ايه بيهم طبس كده على قد ملوخيه لو مش عايزين، بما ان انا صايمه بقى عايزه حاجه تدفيني، نعمل طبس صغير كده بحيث اللي عايز ياكل معانا يبقى ياكل، برضه ايه ما يبقاش ايه زودنا قوي في الاكل.
يعني على القد عشان ايه متكسرش منها. تمام. هنزل على طول الشوربه هنا، الشوربه طبعا مغليه. هنزل بالملوخيه بسم الله. انا بقى مجهزه الملوخيه عندي وتبقى ايه معلبه بسم الله. ايديا فيها كده على طول لحد ايه عايزاها بقى خفيفه عايزاها تقيله دي حاجه ترجع لك. بس احلى شويه ملوخيه تاكلوها بشوربه الفراخ البلدي او البط او اللحمه. الملوخيه نعمل بقى طشه معلقه سمنه عليها معلقه كويسه كده من الثوم. عليها على طول كده معلقه من الكزبره الناشفه. تمام. شوح الثومه بسم الله ما شاء الله. ننزل على طول على ايه على الملوخيه بتاعتنا والشهقه الحلوه. مش هقدر اعملها قدام الكاميرا. خلاص كده بعد ما شهقت الشهقه بتاعت الملوخيه بسم الله بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله ما شاء الله. الملوخيه بقى عسل. واللي يعمل الملوخيه زينا نقول له ايه نعملها. كلنا شطار كلنا بنعمل ملوخيه. بس الملوخيه بتاعت ام جمانه الناشفه اللي انا مفرزاها وعاملاها عندي في البيت. شوفوا ما تصدقوش ان هي ملوخيه ناشفه يا جماعه والله. شوفوا دي اللي يشوفها ما يقولش ان هي ملوخيه ناشفه. محدش كلم تحت ايدي الا مفتكر ان هي ملوخيه خضراء. شوفوا هوريكم طريقتها في التخزين بعد كده. هوريكم بعملها ازاي وهنشفها عندي ازاي وبتاخدي نفس لون الخضار اللي احنا متعودين عليه ده. شوفوا الشويه الحلوين بتوع دولت ما شاء الله احلى شويه ملوخيه. خلاص كده غلت الغلوه اطفي عليها. تمام. وارجع هنا ايه للطماطم. هنا خرجت الفراخ بتاعتي بعد ما استوت اهي. تمام. بصوا تغرزي كده المعلقه فيها تلاقيها غرزت. تمام. خلاص اخد بقى شويه الشوربه. شوفوا الشوربه بتاعتها تركزت. شوفوا قلت ازاي تركزت خالص ما شاء الله. هطفي عليها بقى خلاص وناخد شويه شوربه بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل فين على الصلصه بتاعت البطاطس وشيلوا بقى شيلوا قبل ما تدوب. تمام. بلاش تكتري الشوربه. متكتريش الشوربه في الاول لان انا عايزه ايه ازودها حاجه بسيطه الاول وانزل البطاطس فيها تاخد لها غلوتين. ماشي. واول ما تبدا تخش في مرحله السوا اشوف الاول هي محتاجه معايا ولا لا. معايا هنا بطاطس غسلاها ومخرطاها اهو ونضيفه وزي الفل اهي بطاطس. تمام. بطاطستين كده كبار هرصها بقى في الصينيه. عايزه تحطيها عشوائي حطيها براحتك اللي يريحك. تمام كده خلاص انا زودتها اهو. هنزل عليها بقى الفراخ بتاعتي في صينيه البطاطس بسم الله كده. بعد ما انزل الفراخ اخد كده من الصوص بتاع البطاطس واغرق ايه واغرق الفرخه كده حته الفراخ كده كده. تمام اهي. وتاخديها بقى وتدخليها الفرن. هاخدها ادخلها الفرن واول ما تستوي وتخلص هوريها. تعالوا بقى نعمل شويه لسان عصفور بسم الله. معلقتين زيت. تمام.
ننزل بلسان العصفور، ما نكترش، على قد ايه شويه الشوربه اللي عندنا كده يا جماعه. بسم الله. ونحمرهم، وما تمشيش وتسيب لسان العصفور على النار لانه بيتحمر بسرعه، ما بيغيبش على النار يا جماعه. لسان العصفور والشعريه ما بيغيبش على النار، فدايما ايديكي تبقى فيها. تمام. بسم الله. بس اللون اهو ما شاء الله. وانزل بسم الله. بس كده. ناخد كده وخليه يغلي ويستوي. كمية الفراخ طلعت معانا، البطاطس بالفراخ. اديها بقى رشة كزبرة كده، يزوم بقى ايه الحركات كده وعشان نكسر اللون، مجرد بس ان احنا نكسر اللون وكده خلاص اكون غرفت. خلصت الاكل وغرفته. الاكل اهو، اللهم بارك. صينية البطاطس عملنا البطاطس بالطريقة اهي، ملهاش اي طرق تانية يا جماعة، هي دي افضل طريقة لصينية البطاطس ما شاء الله. شوفوا البطاطاية مستوية وفي نفس البطاطاية ماسكة حيلها. شوفوا بطاطاية سليمة وفي نفس الوقت ايه مستوية. شوفي ماسكة حيلها وفي نفس الوقت ايه مستوية اهي ما شاء الله. والفراخ بتاعتي شوفي، الفراخ بتاعتي مستوية يعني. اوريكم بس قلبها. شوفي قلب الفراخ، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. شوفي قلب الفراخ عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. الفراخ مستويه معايا وزي الفل. تمام. شوفي معايا احلى شويه لسان عصفور يدفوا بقى. لزوم الدفا بقى، هو ده الدفا يعني شويه لسان عصفور. انا صايمه، اللهم اني صايمه. انا وقفت لهم عشان ياكلوا وقلت اما اوريكم الاكل. وشويه الملوخيه بقى بتاع الست ام جمانه. شوفوا الملوخيه عامله ازاي، شوفوا اللون بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعه الملوخيه دي ملوخيه ناشفه معموله في البيت. شوفوا الملوخيه عامله ازاي ما شاء الله. اللون ده تمام. شوفي كل اللي يشوفها يقول ده ملوخيه خضراء، لا هي مش خضراء، دي ملوخيه ناشفه معموله في البيت. تمام. جنبها بقى عود جرجير. تمام. عود جرجير بقى حلو كده، اغسلي عود جرجير وحطيه. شويه مخلل كده وليمونتين خضره كده مخللين. تمام. وهي الاكل مش عايزه اكتر من كده. اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. يعني الحمد لله فضل ونعمه، اللهم دمها علينا نعمه واحفظها من الزوال يا رب. وشويه الرز بتوعنا بقى المفلفلين اللي انا معوداكم عليهم. شوفوا الرز يا جماعه، شوفوا الرز عامل ازاي. شوفوا ما شاء الله تحفه، اللهم بارك. شوفوا دي كانت اكلتنا، ده كان غدا النهارده. وبرده ان شاء الله باذن الله فطار النهارده بالنسبه للناس الصايمه اللي زي حالاتي، وغداهم ما شاء الله بالف هنا وشفا لحبايبي. الف هنا وعافيه ليهم يا رب، وبالف هنا وعافيه للناس اللي شايفانا والناس اللي بتعمل لايك. ادعموني باللايك، كومنت حلو زيكم، ادعموا لي القناه وفضلا وليس امرا، وتفضلوا معانا.